أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد في برنامج نهر الحياة الذي يذاع على قناة الفضائية قناة المنير. بنعمة الله سوف نتحدث في مجموعة حلقات جديدة عن أقنومية الروح القدس، وزي ما احنا خدنا في الحلقات السابقة عن شخصية الله الآب وشخصية المسيح كأقنومين في اللاهوت، هنشوف أقنوم الروح القدس. أقنوم الروح القدس هقرأ معاك آية جات في سفر وفي إنجيل متى إصحاح 28، الكلمات اللي قالها الرب يسوع لكل المجد، عدد 18. فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. بنشوف هنا في الآية رقم 19 كلمات هامة وكلمات رائعة قالها رب المجد. وهنا بيذكر الثالوث لاهوت الله: عمدوهم باسم الآب، ده أقنوم الآب، وباسم الابن ده أقنوم الابن، والروح القدس ده أقنوم الروح القدس. وده اللي هنتكلم فيه بنعمة الله في الحلقات اللي جاية. فأول حلقة رقم 27 هنشوف حاجة اسمها من هو الروح القدس. من هو الروح القدس؟ الروح القدس كما تؤمن به الكنيسة في حاجة اسمها قانون الإيمان المسيحي، بتقول هذه الكلمات التي تثبت أن الروح القدس هو أقنوم من أقانيم الله. يقول نؤمن بالروح القدس الرب الحي المحيي المنبثق من الآب. اعتراف الكنيسة على مر العصور بأن الروح القدس هو أقنوم مساوي للآب ومساوي للابن. الروح القدس عمله عمل عظيم، فهو أقنوم من أقانيم اللاهوت. الروح القدس أقنوم هنتعرف عليه وندخل في توسع كبير جدا عن الروح القدس العظيم اللي بيعمل أمور الله اللي غير عادية. الروح القدس هو شخص، لأن في ناس كتيرة جدا بتقول عنه بأنه هو عبارة عن قوة أو تأثير. الروح القدس ليس هو قوة ولا تأثير، لكن هو أقنوم. أقنوم يعني شخص له صفات الله، له أعمال الله، له خصائص التي تخص الله، الذي قام بكل أعمال الله الآب وعمل أعمال الله الابن. عشان كده ينسب لي بعض الحاجات التي تنسب لشخص، زي العقل، زي التفكير، زي الإرادة، زي التدبير، زي الإرشاد. حاجات كتيرة هنتعرف عليها بنعمة الله في الحلقات القادمة. فالروح القدس هو أقنوم. كلمة أقنوم كلمة سريانية زي ما احنا عرفناها في الحلقات السابقة. فأقنوم تطلق على الآب وتطلق على الابن وتطلق أيضا على الروح القدس، ويتدل على من يتميز عن غيره دون انفصال. من يتميز عن غيره دون انفصال. عشان كده هناك مسميات كثيرة جدا أطلقت على الروح القدس. يطلق عليه روح الرب، روح الحكمة، روح الفهم، روح المشورة والقوة، والكلمات دي بنشوفها في أشعياء 11 عدد 2. لكن من ضمن أسماء الروح القدس بيطلق عليه روح النعمة، زي ما ذكروا زكريا، روح النعمة والتضرعات. زكريا بيطلق عليه هذه الكلمات في زكريا 12 عدد 10. كمان الروح المعزي في يوحنا 14، ودي هنتكلم فيها باستفاضة كبيرة جدا جدا في اللقاءات القادمة. الروح المعزي من ضمن أسمائه روح الحق. روح الحق في يوحنا 14 ويوحنا 15.
كمان مش بس هو روح النعمة ولا الروح المعزي، ولا كمان هو الروح الحق، لكن كمان يطلق عليه ان هو روح الله الآب، روح الآب، وايضا روح الابن، وكمان بيطلق عليه بان هو روح الحياة، روح المسيح، روح التبني، روح الحكمة والإعلام، روح المجد. كل ديت مسميات من أسماء الروح القدس، وهتلاقي الكلام ده بيذكره العهد الجديد والعهد القديم باستفاضة. عشان كده هو يتقال عن القديسة العذراء مريم إن هي روح الرب لما كلمها وجاء إليها استطاع أن يمنحها هذا الميلاد العذراوي العظيم. الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وكمان هو روح الله يتقال عنه في روميا وغلطية هذه الكلمات، لكن أذكر لك الآية اللي مذكورة في غلطية 4 عدد 6، بيقول كده هو بما إنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا آبا الآب. روح القدس مكتوب عنه تسميات كتيرة جدا ورائعة في العهدين، علشان كده بنشوف هذه التسمية كلمة الروح أو الروح الإلهي بهذه التسمية، لأنه روح غير منظور، بمعنى أنه ملوش جسم مادي، عشان كده هو اتقال عنه أطلق عليه الروح. ولما اتقال عنه الروح القدس هذا ما يميز الروح القدس أقنوم اللاهوت عن بقية الأرواح الأخرى، لأنه بيدي استنارة وبيدينا معرفة وبيدينا قداسة وبيدينا إرشاد. علشان كده هو ما يميزه عن الأرواح الأخرى اللي موجودة في العالم بأنه هو الروح القداسة. روح القداسة بيتعامل مع أرواحنا، ولما بنتعامل مع أرواحنا بنتجدد وناخد الميلاد الثاني من الله، فيسكن الروح في دواخلنا. بنشوف الروح القدس شخص له فكر، بيقول عنه في هذه الآية في كورنثوس الأولى 2 عدد 10 و11: الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. بيفحص كل شيء حتى أعماق الله، لأنه هو والله، لأنه هو أقنوم من أقانيم اللاهوت. هكذا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. فهنا المعرفة والفكر نسبت للروح القدس. كمان ليه مشاعر. يعني مشاعر؟ يعني بيحزن، يعني ممكن يفرح، ممكن يعني ينطفئ، وده اللي هنشوفه. عشان كده في أفسس 4:30 بيقول: لا تحزنوا الروح الذي أخذتموه من الآب، لا تحزنوا روح الله الذي به ختمتم ليوم الفداء. مش بس هو له فكر وإرادة، لكن كمان له مشاعر، فالإرادة بتاعته تستطيع أن تقسم وتعطي. هذه الإرادة مكتوب عنها في كورنثوس الأولى 12:11: هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. هذا هو الروح القدس، فهو أقنوم الله. هو بيعبر هذه الكلمات على أنه شخص له إرادة، له فكر، له مشاعر. يتميز الروح القدس عن الأقانيم بتاعت الآب والابن، فهو حاجة لها تمييز، يعني مميز عن الأقنومين التانيين. علشان في ناس كتيرة جدا بتقول لا، أقنوم الروح القدس يعني ما نقدرش نحطه مع الأقانيم الآب والابن. لكن ما يتميز به الروح القدس على صفحات الكتاب المقدس حاجات كتيرة جدا. فأول حاجة في معمودية ربنا يسوع المسيح، حينما أتى ربنا يسوع المسيح إلى يوحنا المعمدان في متى 3 ولوقا 3. اسمع هذه الكلمات التي دونها كاتب إنجيل لوقا 3 من عدد 21 ل 22. يتقال عن رب: واعتمد يسوع أيضا إذ كان يصلي. ولما هو بيعتمد وإذ كان يصلي بنشوف حاجة جميلة جدا ورائعة: انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة،
وكان صوت من السماء قائلا أنت ابني الحبيب الذي به سررت. فبنشوف الثالوث في هذا الموقف الرائع الجميل، الابن يعتمد، وكمان الروح القدس نزل بهيئة جسمية على هيئة حمامة، وصوت الآب من السماء يعلن هذا الإعلان المبارك، هذا هو ابني الحبيب. لكن كمان بنشوف أقنومية الروح القدس وتميزه في إرسالية الابن وأيضا إرسالية التلاميذ. اسمع عن التلاميذ الآية اللي احنا قريناها اللي في متى 28-19: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب، ادي أقنوم، اسم الابن الأقنوم الثاني، باسم الروح القدس ده الأقنوم الثالث. فتميزه فهنا واضح وفريد. لكن كمان إرساليته للابن المبارك. اسمع هذه الكلمات في أشعياء 48-16: منذ وجوده أنا، بيتكلم عن الابن هناك، وبعد كده بيكمل السيد الرب عن الآب أرسلني وروحه. فبنشوف هنا الثالوث أيضا وتميز الروح القدس والآب المبارك الذي أرسل الابن العزيز. كمان هذا التميز واضح جدا في المواهب الروحية وهنتكلم عنها باستفاضة. كمان بنشوف الأمور العظيمة عن الإيمان الأقدس، بيذكر يهوذا عدد 20: مصلين في الروح، ادي الأقنوم، واحفظوا أنفسكم في محبة الآب، ده الأقنوم الثاني، منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح. هذا هو إيماننا الأقدس، ودي البركة اللي هنتكلم عنها في الحلقة السابقة، الحلقة القادمة بنعمة الله، التي تسمى البركة الرسولية، اللي بيقول عنها الكتاب المقدس في تيموثاوس الثانية اصحاح 13 عدد 14: نعمة ربنا يسوع المسيح أقنوم الابن، ومحبة الله أقنوم الآب، وشركة الروح القدس. فبنشوف هنا تفرد عظيم جدا لهذا الأقنوم الرائع العظيم الذي تحدث عنه التلاميذ باستفاضة عظيمة جدا في صفحات الوحي المبارك. فتحدث عنه بطرس، بيتقال عنه في إصحاح 2: فيسوع هذا أقامه الله. وكمان بنشوف ارتفع عن يمين الله وأخذ موعد الروح وأعطاه للتلاميذ. تحدث الرب يسوع وشفنا حديث الرب يسوع، وأيضا حديث يوحنا الحبيب عنه باستفاضة. فهو أقنوم من الأقانيم الثلاثة التي تثبت لاهوته، وهو الله الروح القدس. عزيزي المشاهد، وصلي أن يأتي إليك هذا الروح فيعطي لك حياة، لأن مكتوب من ضمن أسمائه روح الحياة. هل تؤمن بذلك الروح؟ هو روح الله الذي يأتي ويخلصك ويملأك. الرب يباركك. إلى حلقة قادمة سوف نأتي فيها لنتعرف مزيدا عن أقنومية الروح القدس، ولإلهنا كل المجد الدائم، آمين.